الهدوء والعقل هما اكتر اتنين اي لاعب بيحتاجهم في الملعب، خصوصا لو لعب في فرقة كبيرة زيي. فريق واحد هو اللي لعبت فيه طول عمري، معرفش غيره ومفكرتش غير فيه، حتى ما خرجتش برا الدوري اللي انا بلعب في المنتخب بتاعها. لكن لما تبقى في جسمي وقصر قامتي، من جسدي اكيد مش في صالحي، وغالبا هتصاب. فمفيش قدامي غير ان استخدم العقل والهدوء. اي ظهير في العالم انت بتقول عليه ظهير ايسر او ظهير ايمن، لكن انا لا. شوف انت عايزني العب فين، ايسر ولا ايمن؟ طب بلاش، خش جوه المنطقه وهرفع لك الكوره، مجرد انك بس تحرك رقبتك ودماغك وهي هتيجي جون. مش مهم ارفع لك ازاي، باليمين ولا الشمال، المهم انها هتوصل لك، اكيد هتوصل لك. لان ببساطه انا الظهير الايمن والايسر في نفس الوقت. انا الظهير القصير، انا ضعيف البنيه لكن مكين في لعبي. انا فيليب لام. بدايتي من وانا ولد صغير كانت هاديه زي لعبي بالظبط. اتولدت في 11 نوفمبر 1983 في ميونخ. انضميت من وانا صغير، ما كملتش ال20 سنه، لفريق جيرين مونشن، النادي اللي كان بيقع مقره في المنطقه اللي انا بسكن فيها انا وعيلتي. بس نجاحاتي وانا طفل ساعدتني اني ما استمرش فيه كتير. كشافين نادي بايرن ميونخ ضموني للفريق وانا 11 سنه تحت قياده المدرب يان بينيتا، اللي اضاف لي كتير جدا لشخصيتي، واقتنع بيا جدا وبامكانياتي على الرغم من ضعف بنيتي الجسديه. وسريعا اداني شرط القياده للفريق في سنه 1995، وفضلت معايا شرط الكابتن لحد سنه 2001. بعدها ابتديت رحلتي الشاقه والممتعه في الفريق الاول. فضلت بشارك لمده 4 مواسم على فترات مع الفريق الاول، مره العب في مركز اللاعب الوسط المدافع او مركز المساك. طبعا ما قدرتش العب في مركزي الاساسي الظهير الايمن بسبب هيمنه الفرنسي ويلي سانيول، ولا الظهير الايسر بسبب هيمنه ايضا الظهير الفرنسي بكينيتي ليزارازو. وكان وقتها في عجز واضح في قلب الدفاع البافاري، وده السبب اللي خلاني اشارك. وعشان كده وافقت، عشان اقدر اشارك واقدر اظهر نفسي. وبعدها في 2003 جالي طوق النجاة في عقد اعاره من فريق شتوتجارت. قضيت معاهم موسمين، ولعبت وشاركت في كتير من المباريات، وبقيت من الاوراق المعروفة على مستوى الدوري الالماني. وكل ده بسبب فضل المدرب الداهية فيليكس ماجات، اللي معروف باكتشافاته المستمرة. وسجلت أول ظهور ليا في البوندسليجا رسميا في موسم 2003-2004 أمام هانز لوستيك كبديل في الدقيقة 76 مكان لاعب الوسط مينسنر. بس يومها واللي كل الناس استغربته لعبت ظهير أيسر، وبعدها لعبت ماتش بروسيا دورتموند كامل، وده كان أول لقاء ليا. ولعبت مع نادي شتوتجارت 31 مباراة و7 مباريات في دوري الأبطال، وأحرزت هدف وحيد لما لعبنا ضد فولفسبورغ. وطبعا ده اللي ساهم في ضمي لمنتخب لأول مرة لما شاركت مع المنتخب في بطولة يورو 2004. لعبت كل لقاءات الفريق كاملة، بس للأسف المنتخب خرج بدري من دوري المجموعات مبكرا. ولما خلصت البطولة ورجع الدوري تاني رجعت لشتوتجارت. عشت أزهى فترات حياتي، ولعبت أول ماتش ليا في دوري الأبطال قدام مانشستر يونايتد، وحصدت لقب تاني أفضل لاعب في الدوري الألماني. بس للأسف لأن أي انطلاقة جميلة لأي لاعب لازم تعطلها إصابة، اتصبت بالتواء شديد في الكاحل الأيمن، خلتني أغيب عن المنتخب في كأس القارات اللي اتلعب سنة 2005. بس ما يئستش وكملت وتعافيت من الإصابة، ورجعت يورجن كلينسمان يبقى عليا في المركز الظهير الأيسر. وده أتى بثماره، لأني شاركت مع منتخب ألمانيا في كأس العالم. لا مش بس كده، أنا كمان سجلت أول هدف في البطولة أمام كوستاريكا بعد 6 دقايق من افتتاح البطولة، وبقيت أنا الألماني الوحيد اللي لعبت 690 دقيقة في جملة مباريات المنتخب في البطولة. رجعت من بطولة كأس العالم لنادي بايرن ميونخ، شاركت أيضا كظهير أيسر حتى تعاقد النادي مع الظهير الأيسر الأساسي مارسيل ينسن. بعدها أشركني المدرب لجبهة المفضلة ليا وهي الجبهة اليمنى، وكنت على قرب من الانتقال لنادي برشلونة سنة 2008، لكن فضلت البقاء بعد ما تولى تدريب الفريق المدرب يورجن كلينسمان. في الفترة الممتدة بين عامي 2005 ل 2009 كانت قاسية بعض الشيء على نادي بايرن ميونخ. النادي اتحط تحت ديون كتيرة بسبب بناء الملعب الجديد، فلم يتم إجراء تعاقدات كبيرة، فده أدى إننا ما نحققش نتائج كبيرة على الصعيد الأوروبي. لكن قدرنا نحقق لقب الدوري والكاس في 2006 و2008. وصلت مع منتخب بلادي نهائي اليورو، لكن خسرت 40 سنة. جت بعدها أندية كتير في الفترة دي حبت تستغل موقف نادي بايرن والضعف المالي اللي أصبحوا فيه وقتها عشان يتعاقدوا معايا، لكن المسؤولين رفضوا وقطعوا الموضوع ده بشدة. في موسم 2010 كان موسم قوي بالنسبة لي مع المنتخب، تسلمت شرط القيادة، وصلت من المنتخب للمركز الثالث، ومع البايرن فزنا بكأس السوبر الألماني.
بس الموسم ده قدرنا نرجع فيه قوة البايرن المعروفة في أوروبا، بلغنا المباراة النهائية من دوري الأبطال. مفيش حد احسن من حد، الاثنين كبار ويلعبوا من اجل دخول نادي الكبار. إرنست هابل واوتمار يتسفال. لماذا الاسمين؟ لماذا الرجلين؟ لماذا الشخصين؟ لماذا بالاسم المدربين؟ لانهم الوحيدين اللي ربحوا دوري ابطال اوروبا مع فريقين مختلفين. عملها إرنست هابل عام 70 مع الفينورد روتردام، وفي 83 مع الاف هامبورغ، وعملها اوتمار مرة مع البوروسيا دورتموند، والثاني الصديقة يا سيزار. درجة باللايكس 22 ماي، مبروك برشا على الكرة الإيطالية. لتأكيد الكلام هو يا برينشي بجول، للإنتر، جول للإنتر من الأمير، رد من البرينشي بميليتو. فقد الكلام عن التاريخ في وقت الحديث عن تاريخ هذا اليوم، عن مثل هذا اليوم، عما كتب في هذا اليوم، عما قال له لنا التاريخ في هذا اليوم. 22 ماي يوم الطليان، تفاني الطليان، صعد الطليان يا برينشيبي. دييغو ميليتو يقطع نصف المشاوير، 1 انتر 0 البايرن ميونخ. طبعا الكاتشيناتشو المية مية، الدفاع والمرتدة والثاني بالبرينشيبي. كبير يا كبير الهدافين يا ارجنتيني، سيد المهاريين يا ثانكو. افرح يا جوزي، لا الهدوء يا مورينو، انك البطل اكيد، انك الزعيم اكيد، انه اللقب الاكيد، انه اليقين القريب، انه الاقتراب من لقب ثالث، انه انجلو من جديد يا ماسيمو. 3 اللقب للإنتر الان. نعم لا شك لحظة، رغم قيمة الماكينات، رغم قوة المنشن، لكن انتهت الحكاية، ومن دقائق تكلمت عن تفاصيل الرواية. قلت يا 2-0 يا يرجع المنشن. شفت السيناريو، شفت الكونتر، شفت الكونتر اتاك، والاحلى مشى يبحر، مشى يبحر فان بايتون. اوه على المراوغة محلاها. يا الانتر. وللأسف الانتر كان قوي جدا في الموسم ده مع السبيشال 1 جوزيه مورينيو، وخسرنا اللقب. في 2011 استلمت شرط القيادة وبقيت قائد فريق بايرن ميونخ، وساهمت في اننا نقدر نوصل لنهائي الابطال تاني مرة، بس المرة دي قدام تشيلسي العنيد. الرابعة اوليتش او بيتر تشيك، خوف برشا ويسجل. لا تخوف برشا يا اوليتش، عرفتك يا خواف، خواف. وبيتر تشيك في نحا. اديوس لكوبا يا البلوس. مانويل نوير، رودا شريكول يمشي يتقدم اشلا ويسجل. هاوية من الكل، قالهم بالقلب، قالهم بدنين، خلاص خلصت. قدم جفاين، يتقدم جفاين، التايجر ويحطها، مش ممكن، ضاعت على القايم، على القايم. المنشن ممكن يخسر اول مرة. يتحدى في معقله مانويل نوير، يتقدم دروجبا ويحطها. خلاص خلاص خلاص، البلوز كتبوها، البلوز يدونوها، البلوز يفعلوها، فعلوها رجال تشيلسي. مفاريخ، تاريخ يكتب. وللأسف خسرنا بركلات الترجيح والحظ. في عام 2013 قدرنا نوصل للنهائي، ولكن قدام الغريم الألماني بروسيا دورتموند ومدرب الشاب الألماني الطموح يورجن كلوب. الماتش كان قوي جدا. قد يكون عام بوروسيا ذاك التأهل الإعجازي، قد يكتب لبوروسيا دورتموند بطل أوروبا 97. خاصة أنه المنشن يخوف، البايرن لازم تخاف منه في النهايات. البايرن لم يعرف ينتصر في الفاينل وهو في دور السوبر فافوري، هو المرشح الأول. لم يخسر من أستون فيلا عام 82. لدرجة أنه لولا تألق وتعمق حارسنا مانويل نوير كنت قلت إننا هنخسر النهائي الثالث على التوالي. وقتها مهاجم بروسيا دورتموند الشاب روبرت ليفاندوفسكي كان شرس لدرجة إني تمنيته إنه يتصاب عشان نكسب. فضل الماتش سجال بينا لحتى الدقيقة 60. 1-2 التيكي تاكا لا تموت، والحارس نوير لا يخدع. روعة يا ليفا، روعة يا ليفاندوفسكي. هذه قذيفة موصلة بالمضمون
فيها امضاء بولندي وفيها ابداع. نقول له بمعركة الحرب ليس بعد، والتأكيد انه ليس بعد. كم كنت قريب يا البولندي. بلاتشيكوفسكي كان ممكن يغير مدونة التهديف. التلميذ يتفوق الان على الحكيم. كرة فيهاش اوفسايد تخرج بالملي ثم تتوزع سنتراج بالصف 62 ويمشي بالكرة الفريق البافاري. خطيرة خطيرة حتى ما حطهاش. عندك حارس الراس يضرب ونوير يقول لا. شوف المرتدة، شوف اللعب وأفتش عنه وأفتش لما ماريو مانزوكيتش قدر يفتح التسجيل أخيرا في وسط دفاعات بروسيا العملاقة والحارس العملاق المتألق وقتها فاندر فايلر. ريبيري حتى الروبان ضيعها، الروبان يقدرها والبافاري يسجلها. مانزوكيتش طار مانزوكيتش الغى الهدف ولا جول ما فيها والو مانزوكيتش حطاله، ما فيها والو مانزوكيتش يكتب سيناريو التقدم البافاري في 60 يا ابو قلب في 60. بس للأسف دانتي مدافع فريقنا ارتكب خطأ بعد 8 دقايق من تسجيلنا الهدف، والحكم قتلنا لما حسبها ضربة جزاء. وطبعا كانت حاجة سهلة جدا لما الكاي جوندوجان يشوط ضربة جزاء، فالطبيعي ان هو هيسجلها ويدخل في منطقة الجزاء. ضربة جزاء ما فيش كلام. ريتسولي زفرها ما يرحمش. ريتسولي الايطالي يقول له شو باش نعمل يا نوير؟ اشنو باش يعمل؟ بلاتيني يتفرج والعالم يتفرج، العرب تتفرج والافارقة تتفرج. جوندوجان يا ابيض يا اسود، خايف البافاري يتأمل عاشق دورتموند. هل يسجل جوندوجان؟ جوتس يخبي وجهه. خبي وجهك يا جوتس. يمشي جوندوجان ويحط يليه. جوندوجان جول بوروسيا دورتموند. بوروسيا لا يستسلم. أنا ما أقول لكم إنه دورتموند. أنا ما أقول لكم أنهم لا يستسلمون. في عرقهم لا يفرطون، في إبداعاتهم وفي عوداتهم للعالم يعلمون. مثالش يا بوروسيا، عكستك مرة ولكن كيما بكاتك تسهلك. كيما بتسو مانزوكيتش مولر يخرج الدفاع، يهرب يسجل هدف الكاس ويصبح أول لاعب يسجل 2 فاينلز ورا بعض. كرة ماشية داخلة الفريق الأصفر وكرة في تسديدة. أوري ألبا يا ولدي يدخل تاريخ. وفايد مفرق يقول مش على حسابي، مش على ظهري، مش على حساب بوروسيا دورتموند. شوف الباراد انه بوروسيا جمهوره يقول لي. فضلنا ضاغطين واحيانا مضغوطين لحد ما الهولندي الطائر روبن زي ما بيقولوا ملك الار2 بيسجل في الدقيقة 89 ونقتل طموح المدرب الألماني يورجن كلوب. وانتقد كما شاء ولكن من شاء. والثاني والجول كلهم من شاء. كلهم انا علي الروبان الصاروخ. سماح يا اهل السماح. البافاري بايرن الكامبيون بطل اوروبا. قلت لك في الخواتيم ابكي يا الجراد الاصفر. افرح البريغاد روج 2-1 عن طريق الروبان. بكاهم مرة، بكاهم 2، بكاهم عام وعامين. في الثالثة يسجل الحسن، يكتب تاريخ، يدخل تاريخ. انا الروبن، انا الهولندي الطاير مثل كرويف. هذه صورة كورة، هذه احلى كورة، هذه لعبة ريبيري. قلت لك يجيبها فرانك. نتوج بالبطولة الغالية في 2013 وفي نفس السنة ناخد السوبر الأوروبي وبعدها ناخد كأس العالم للأندية، وحققت الثلاثية مع المدرب العظيم يوب هاينكس. وبعدها بسنة واحدة اتكتب لي إن أعانق المجد مرة أخرى، بس المرة دي لما مسكت قائد المنتخب الألماني ورفعت كأس العالم سنة 2014 على حساب منتخب التانجو الأرجنتيني بقيادة الأفضل في العالم ليو ميسي ورفاقه بهدف وحيد. شفت في المباراة إن حظ ميسي عنده لما هيجوايين أهدر فرصة يقتل بيها المباراة، لكن حظنا الجيد إننا خطفنا الماتش من البرغوث الأرجنتيني. وفي 2017 جه وقت الاعتزال بعد ما اتأكدت إن مش من السهل أعمل نجاحات تانية، فضلت أعتزل وأنا على قمة المجد على المنتخب والفريق. في 2017 قررت إن أعتزل بنهاية الموسم وأنا متوج بالبطولة الأغلى أبطال أوروبا، بس ما اتحققش للأسف
لما خسرنا امام ريال مدريد في ربع النهائي في مباراة شهدت اخطاء تحكيمية جدلية وكارثية، وفي اخر مباراة ليا بطل دوري 8 مرات ودوري الابطال والسوبر وكاس العالم للاندية وكاس المانيا 4 مرات، والمنتخب اللي كنت فيه بطل عالم في سنة 2014. فحقيقي انا بشكر الزمن اللي كتب لي في فرقة عظيمة زي البايرن ومنتخب اعظم زي المانيا.